تعرف مين اللي اتظلم في الماتش ده؟ اتحاد العاصمة مش الزمالك، لأن في ضربة جزاء ما اتحسبتش لاتحاد العاصمة في الدقيقة 90. الونش دايس على رجل المهاجم بالستارز، حالة من أسهل ضربات الجزاء اللي ممكن تتحسب، بس الحكم احتوى الزمالك وعداها. بعدها الزمالك سجل هدف، والهدف نفسه ما فيهوش مشكله، لكن بدايه الهجمه لما الكره كانت مع اتحاد العاصمه كان في خطا ضد حسام عبد المجيد، وده مش خطا عادي، ده خطا ثنائي بالايد والرجل. ركبه حسام مرفوعه في ظهر المهاجم وده لوحده خطا، وبعدين الكوره جت في ايده وده خطا تاني. ما تنساش ان الاهلي اتحسب عليه بلانتي امام الترجي بنفس الطريقه، يعني ضربتين جزاء في لعبه واحده، فكان طبيعي تتحسب. ففين الظلم اللي تعرض له الزمالك يا كابتن هيثم؟ عشان تعاد في الاستوديو مش فاهم. هتقول لي اصل الدفع ده ما بيتحسبش في الدوري الانجليزي. طيب انت بتلعب في الكونفدراليه الافريقيه يا كابتن، مش في الدوري الانجليزي. والزمالك ياما اتحسب له بلانتيات بالهمس باللبس، لكن الكرة دي دفع في ظهر المدافع مش كتف في كتف. ولا عشان حكم ماتش شباب بلوزداد عداها البنتايج وما اتحسبتش عليكم فعايزين كمان تتجاملوا في النهائي؟ انتوا عايزين تاخدوا البطولة بالدراع حرفيا. معلش يا كابتن ما تعيطش، ده الحكام ظلموا اتحاد العاصمة في الجزائر، امال هيعملوا ايه معاهم في القاهرة؟ روق كده ومبروك البطولة مقدما.